السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ تعالوا نشوف نعمل الاكله الحلوه دي مع بعضينا كده، بس في الاول نصلي على النبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معانا حله حطيت فيها شويه زيت، يجي 3 معالق زيت، وحطيت فيهم معلقه سمنه. ممكن تحط مكعب زبده اللي عندك. ودول 3 بصلات اللي على القرمه دول مقطع انا زيهم. 3 بصلات زيهم. تقطيعه عاديه بالسكينه كده بايدك. هنحمر البصله مع بعضينا ونشوف هنعمل ايه. أكلة بسيطة وسهلة وخطيرة في نفس الوقت. أكلة الحلة الواحدة، الطاجن الواحد، زي ما انت عايزة. بنحمر البصلة زي ما نكون هنحمرها للكشري، غامقة مغمقة. بس طلعت طعمها حلو أوي وتحفة. وأنا صباح، ودي قناتي، واللي ما اشتركيش معايا تشتركي. لونها ده كده حلو معايا الهون. هناخد نصها كده في الهون كده بالمعلقة. أنا طفيت النار من عليها عشان ما تتحرقش. أول ما استوت رحت طافية النار. خدت نصهم. هنحطهم في الهون. حطينا عليهم معلقة الا ربع فلفل، معلقة ملح مليانة، وربع معلقة كمون، ومعلقة الا ربع فلفل اسمر، ومعلقة ملح مع البصل. وهنهركهم مع بعض عشان البصلة بس تتفرم كده. هما مش مستاهلين يعني تعملوا في كبة، ممكن تعملهم في الكبة، بس هم حبة قليلين يعني. بالهون كده على طول، مع شوية الفلفل والكمون والملح بس، فقط لا غير. بوريها لكم ايه. ابص اهي. اتف... اتفرولت كده. ودي معلقه الصلصه، معلقه الصلصه مليانه. انا معايرها قبل وحطها في الطبق. وده ربع كوبايه زيت. هنقلب كل المكونات دي مع بعضها، واقول لكم هنعمل بها ايه. بص، بوريها لكم. ومعايا فرخه ونص، مع مغسلاها ومنضفاها ونقعها بمحلول ملح، قاعد يجي ساعتين 3. وما بين الجلد واللحم، وانا مشرحه الوراك والصدور. وبيدك كده وبتدعكيها وبتدلكيها كلها. بص موريها لكم ان انا مشرحه الصدور. حط كده ما بين التشريحات. واحلى من اللي عليها تبس الرمان. طلعت تحفه. وبهارات سهله وبسيطه وموجوده في كل بيت. والبصل عندنا كلنا. مه. اهي. بتدلكيها تدليك كلها كده عشان كل التتبيله تخش فيها. وغطيتها بالشنطة وحطيتها في التلاجة على ما نخلص بقية المكونات. سبتها يجي ساعة. هنا معايا بقية البصل. حطيت عليه قرن فلفل حامي وقرن رومي، والحم اختياري، ممكن تحطي القرنين رومي. وده كيلو بطاطس. قطعته مكعبات. وانت تقطعيه دواير، تقطعيه مكعبات زي ما انت عايزة، دي حاجة ترجع لك. وبشوحه في البصل مع الفلفل، ونحط له التوابل بتاعته. و6 فصوص توم، انا كنت وريتهم لكم في الاول، قطعتهم شرايح، ما دقتهمش، شرايح عريضه كده. حطيتهم برضو على البصل والبطاطس. ودي معلقه فلفل اسمر. ودي نص معلقه 7 بهارات وملح، فقط لا غير. ما حطيتش كمون هنا تاني. ودي نص معلقه شطه، والشطه اختيار، مش عايزاها ما تحطهاش. ودول معلقتين صلصه. اقلبهم في بعضيهم عشان حيث الصلصه تطلع عشان المواد الحافظه بتاعت الصلصه تطلع. وتتقلب كده مع بعضها، وتتشوح مع البطاطس والبصله. كل المكونات دي كده تتقلب مع بعضها حلو. تتقلب كلها مع بعضها وتشرب مع وده. اترم قطم مضروبه في الخلاط ومصفيه. 800 جرام بالظبط. مش مكملين الكيلو. عشان كيلو البطاطس كتير على الكيلو القطعه دي.
حطيتهم في البتاع الحلة، وحطيت لهم يجي نص كوباية مية، وبص تغلي بقى، تغلي غلوتين حلوين كده، وانا حاطة الطاجن في الفرن ومولعاه بقى يجي نص ساعة. لازم الصينية او الطاجن اللي هتحط فيها لازم يبقى سخن، هو سخن، بص هيطش اهو قدامكم، شايفين؟ هيغلي كمان غليان. من ساعة ما بديت ابتدي احضر فيها وانا ولعت الفرن وحطيت فيه الطاجن، شايفين؟ بتغلي، النار مش والعة على الطاجن، من البوتاجاز مش والع عليه، الطاجن سخن. ولو صينية برضو سخنيها. هنا الفراخ عندي جبتها من التلاجة من التتبيلة وغطسها كده في الصلصة بتاعت البطاطس واحطها. طاجن بطاطس بالفراخ بالبصلة المكرملة، آخر يعني بصلة كوشر زي ما معنى بصح، أو بصلة الانسجام. وبتاخدي بالمعلقة كده وتغطسي وتغطي الفراخ من فوق، وهنحطها في الفرن السخن. وهنعمل فيها ايه بعد ايه؟ خد الساعة، خد الساعة ساعة وربع كده كمان، ما زادش عن كده. بعد نص ساعة بالظبط بنحط بقية التوابل بقى اللي مع الفراخ بقى، مع التتبيلة، بقية التتبيلة، البصل بالزيت، وحطيتها في الفرن. وبعد نص ساعة فتحت الفرن عليها، وبالفرشة دهنت الفراخ ووش الصينية. شايفين متكرملة ازاي يعني هي حتة الحرواء اللي فيها دي، حتة الحرواء دي جميلة. بص البطاطس مهرية، يعني البطاطس مستوية. وبالهنا والشفا، صحتين على قلبكم.